عمرك بدأتي حاجة وانتي أصلا عارفة إنها هتنجح وبعدها فجأة بوظتيها؟ اتأخرتي، كسلتي، خفتي، ورجعتي تلومي نفسك. خليني أقولك الحقيقة، انتي مش فاشلة، انتي خايفة. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها التخريب الذاتي أو سيلف سابوتاج، وليه الستات بالذات بتقع فيه، وازاي نوقفه من غير جلد ذات ولا ضغط. التخريب الذاتي هو انك تعملي تصرفات تضيعي فرص او تأجلي نجاحك وانتي مش واخدة بالك، بس النتيجة واحدة، بترجعي مكانك او حتى بترجعي لورا. حبة أمثلة بسيطة: مشروع واقف عند أول خطوة، علاقة حلوة تبوظ فجأة، وزن مش عايز ينزل، حلم بتأجليه لمدة سنين، وعقلك بيقولك انتي كده ليه؟ حقيقة عقلك نفسه هو اللي عمال بيحميكي. أيوة صدقيني بيحميك. 3. الراحة في الألم المألوف. في ستات متعودة على التعب، على القلق، على العلاقات المؤذية، فالراحة مش في السعادة، الراحة في اللي هم عارفينه، حتى لو اللي هم عارفينه ده مؤلم ومؤلم جدا. رقم 4: الخوف من الفشل. أهو الخوف من الفشل بالذات قدام الناس، مش الخوف من الغلط، الخوف من الكلام، الحكم. شفتوا؟ ما انا قلتلكوا اهي، معرفتش تعمل حاجة، وتنبؤات طبعا وافكار سلبية كتيرة قوي. فلو بتعملي الحاجات دي ركزي بقى. ليه؟ لان كده في تسويف مزمن، وفي كمالية قاتلة، وفي ابدأي وما بتكمليش، بتختاري علاقات غلط، بتقللي من نفسك دايما، بتشتغلي كتير ومش بتحققي أي نتيجة. ودي مش عيوب شخصية، دي آليات بتدافعي بيها عن نفسك. ازاي بقى هتقدري انك توقفي السلف سابوتاج ده؟ الخطوة الأولى ان برضو هرجع اقولك لازم يبقى عندك وعي بدون ما تجلدي نفسك. اول حاجة لازم تقولي لنفسك انا مش بخرب نفسي، انا بحمي نفسي بطريقة قديمة وما بقتش شغالة معايا خلاص. بس كده، من غير شتيمة، من غير ما تقسي على نفسك، من غير ما تحسي بالذنب، ومن غير ما تعملي دراما. رقم 2: تسألي السؤال الصح. بدل ما تقولي لنفسك أنا كسلانة دايما ليه، أنا دايما ببوظ كل حاجة ليه، اسألي نفسك أنا خايفة من إيه، ولو نجحت إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي. غالبا هتلاقي إن الخوف مش حقيقي، وإن هو قديم ومبالغ فيه، فمش هتعرفي تثبتيه لنفسك نهائي. الخطوة الثالثة: تاخدي قرارات صغيرة مش مثالية. العقل بيخاف من القفزات الكبيرة بس ما بيخافش من الخطوات الصغيرة. بوست مثلا مش كامل، فيديو مش مثالي، قرار بسيط النهاردة تجاه الخطة بتاعتك. التقدم أهم من الاتقان. رقم 4: اعملي حدود مع صوتك الداخلي، الصوت اللي بيقولك بلاش دلوقتي، مش وقته، أجلي الموضوع، استني لما تبقي أحسن. قولي للصوت ده بحزم وفي نفس الوقت بشوية حنية: شكرا بس أنا مكملة، أنا هكمل في مشواري لحد ما أوصل لهدفي. خطوة رقم 5: دعمي نفسك مش تراقبيها. انتي مش مشروع، مش محتاجة رقابة، انتي إنسانة محتاجة للأمان ومحتاجة للدعم. ساعات مش هتلاقي الدعم من بره، اديه لنفسك. فكري ان انتي مش متأخرة ولا ضايعة ولا كترتي ولا خسرتي فرصك، انتي بس كنتي بتحاولي تعيشي بالأدوات اللي عندك وقتها، ودلوقتي بقى عندك وعي وعندك اختيار جديد، امشي وراه.